السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد حال يا رب. متنسوش كده تصلوا على النبي وتحطوا لنا اللايك الجميل اللي بيشجعنا طبعا كل فيديو ان احنا نعمل لكم فيديوهات روتينات تانية. ومتنسوش كده ان انتوا تعملوا لنا بقى الاشتراك الجميل وتتفرجوا على الفيديو للاخر عشان طبعا المشاهدات بتاعته بتزيد وهيعجبكم كل حاجة فيه. بص حبايبي، انا النهارده قمت الساعه 8 الصبح. كنت عند ماما فقلقت كده، فقلت ايه، بصيت في المطبخ لقيته بقى محتاج ان هو ايه، عايز يتعمل. قلت ايه، اقوم واعمل لكم بقى ايه روتين كده حلو تشجيعي الساعة 8 الصبح. فقلت قبل ما نقوم نعمل الفطار لازم يكون المطبخ بتاعنا نضيف. رحت قايمة لقيت المواعين والبوتاجاز والدنيا عايزة ايه، تتعمل. فقمت غسلت المواعين، ايديا والله وجعتني حتى ساعتها، لان اصلا يعني كانت مواعين ياما والحوض اتسد كمان، انتوا هتشوفوه في الفيديو. ففضلت ان انا ايه اسلك فيه واعمل فيه بقى. فقلت بقى اعمل روتين تشجيعي كده ايه، وبنتي نايمه كمان ايه، اصور لكم ومنتج لكم ايه الفيديو. متنسوش كده بقى الصلاة على النبي. بص حبايبي، مسكت المواعين غسلتها وغسلت البوتاجاز. طبعا لازم قبل ما نخش نعمله اي حاجة في المطبخ لازم ما تكونش فيه اي حاجة يعني مش نضيفة فيه، لان اصلا هو اللي بيشجعنا. يعني المطبخ ده يمكن اكتر حاجة بنقفوا فيها في الشقة. يعني اكتر حاجة الحمام والمطبخ لازم يكونوا نضاف جدا، ولازم ما يكونش فيهم حاجة. فطبعا انا يعني من النوع اللي ايه، لو ما بعرفش اعمل حاجة من بيتي انا ممكن مثلا بسيب الحاجة وبعد كده بقوم تلاقوني بقى عملتها مرة واحدة. يعني انا مثلا ممكن اسيب الحاجة وتلاقوني مثلا في ثانية ان انا قمت مثلا خلصتها على طول. فبعمل روتين كده يشجعني. وبحب كل حاجة اعملها في هدوء. لو هلاقي مثلا في مثلا بنتي ومع ماما صاحية مع اخويا كده، طبعا اخويا بيقول لي انت لما بتيجي احنا ما بنعرفش نناموا، عشان خاطر انا ما بقعدش زي ما انتم عارفين. فطبعا زي ما بعمل في بيتي لازم اعمل عند ماما. فمش ان احنا هنوفر مثلا صحتنا ونوفر مثلا مجهودنا في بيتنا بس، وان احنا مثلا ايه ما نعملش مثلا حاجة في ايه في بيت مثلا ايه اهالينا. لا، ده احنا البيت ده اللي اتربينا فيه، والبيت دوت اللي علمنا ان احنا ازاي نطلع منه على بيت جوازنا واحنا نعرفه نعمله مثلا كل حاجة فيه. فطبعا ان احنا لازم زي ما بنعمل هنا لازم نعمل هنا. فطبعا ما نستخسرش صحتنا في اهالينا، لا طبعا نروح ونعمله لهم. واي حاجه شايف إيه، انا بروح عند ماما اللي انا بعمله في بيتي انا بعمله عند ماما. ليه؟ لان انا قبل ما اطلع على بيتي انا كنت بعمل كل حاجه عندها. فطبعا دي بتبقى حاجه جميله قوي ان كنتوا تحسوا البيت اللي انتوا كنتوا فيه قبل ما تتجوزوا وتخلفوا ان هو ايه كنتوا مثلا فيه، بتعملوا كل حاجه مثلا فيه كويسة وحلوة. فطبعا يا حبايبي، انا يعني جاية كل اللي انا عايزة اقوله لكم ان احنا لما نيجي نروحوا ما نقولش ايه، لا احنا مش قادرين نعملوا حاجة، انا بيتي تعباني، انا كفاية ان انا بعمل في بيتي. لا طبعا. طبعا الايام اللي جايه بقى هنعمله الكحك بقى، هتبقوا معايا بقى تشجعوني. وعشان خاطر بقى ايه العيديه بتاعت كنده، تحطوا لها اللايك بتاعها، تحطوا لها اللايك بتاعها وانتوا سامعينها بقى عماله بتلعب ازاي وانا بمنتج الفيديو. فسامحوني طبعا على الصوت، مش عارفه اقول لكم ايه. حطوا لها بقى اللايكات الجميله عشان خاطر كنده. وانزلوا اشتركوا في القناه لو اول مره بتشوفيني. انا قناه معالم ماما وكنده. قناتي بتقدم روتينات وبتقدم ميزانيات اقتصادية خالص. بنعمل يعني من أبسط الأمور. وطبعا أنا لما بروح عند ماما وبعمل لها حاجة أنا بنزلها. أنا مش ببقى مثلا من يعني بقول إيه مثلا شقتي غير شقة ماما، مطبخي غير يعني مثلا مش زي مطبخي. لا طبعا أنا بحب أصلا الحاجات اللي هي بتاعت أيام زمان ديت. يعني أنا أصلا ممكن يكون مش بحب مطبخي ولا شقتي قد ما بحب شقة ماما وبيت ماما والمطبخ بتاعها وحمامها المتواضع الصغير. وكل حاجة. ليه؟ لان اساسنا عمرنا المفروض ما ننساهوش.
يعني اساسنا وحياتنا من صغرنا تبقى حاجة اصلا جميلة، طالعين منها احنا متربيين على ايه ومتعودين على ايه. فحبايبي يعني كل اللي بتروح عند مامتها تروح وتتشجع وتعمل معاها كل حاجة. طبعا احنا ربنا اللي مامتها عايشة ربنا يخليها لها، واللي مامتها متوفية الله يرحمها، وربنا يا رب يدينا الصحة ونقدر نعمل كل حاجة كويسة. بصوا بقى حبايبي، انا المواعين خلصتها اهو معاكم، والحوض طبعا من كتر كان يعني المواعين اللي فيه والمية فاتسد. فانا اصلا يعني ايه سرعت الفيديو عشان خاطر ايه ما طولش عليكم الفيديو. بعد ما خلصت المواعين انا بصفيها على بتاعة البصل والثوم، بحطها كده، بحط حتة فيها وباجي حاطة عليها الايه المواعين، بصفي عليها المواعين. وبعد ما بصفي المواعين انا باخدها بشيلها، لان انا مش باخد المواعين على المصفى على طول، يعني مش باخدها احطها مثلا على الرشاقة الكوبايات او الاطباق او الحاجات ديت، لا، انا الاول بصفيها وبعد ما بتتصفى باخدها باجي احطها ايه في كل حاجه في مكانها. فمسكت طبعا بصوا المواعين كانت ياما قوي، الحلل والاطباق والكوبايات. فانا مش بعرف انام اصلا وفي حاجه تكون في البيت عايزه تتعمل. فبعد ما نمت اصلا بعد السحور على طول لقيت نفسي ان انا مش قادره يعني، فرحت قايمه بقى وقلت ان انا ايه اعمل لكم ايه اللي هو الروتين دوت يشجعكم كده وتقوموا تتشجعوا معايا وتتفرجوا على الفيديو كده للاخر، وما تستخسروش فيا اللايك، وربنا يخليكم.